قال لي مصطفى ترجعش الخطيب؟ قلت له اه. مش عايز اقول لك قال لي ايه. دخلت يا كابتن عشان كذا وكذا 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 وكذا. قال لي اعمل انت وحسن حمدي اللي انتوا عايزينه. هل افهم من كلامك انه كان رافض انه كابتن خطيب يدخل؟ كان رافض؟ ايوه. احكي لك موقف ليه رفضه كان مبني على ما اعرفش يعني. خليني في رايي انا مش راي الكابتن صالح. ثم ودخل الخطيب الانتخابات وخد اعلى الاصوات. كنت انا عايز افتح معاك الحلقه. قبل ما تفتح الحلقه وتقفلها، الموقف اللي هو حكى ده بس انا جبته ليه؟ مش دعوه، دي علاقه هو ممكن يكون شافها حقيقيه مش حقيقيه، الله اعلم. تمام. وهو حتى لما حلف في النص وحلف ان هو قطع المشوار، والله انا قطعت المشوار من الكليه الحربيه للنادي الاهلي. يعني هو حلف على المشوار ما حلفش على القصه، لكن على الرغم من ذلك القصه ترجع له. يعني انتوا كلكم قمتوا وانتم متجمعين مع كابتن صالح بقوته، بالكاريزما بتاعته، بطريقته، بشخصيته. كلكم قمتوا والكابتن صالح اخذ